السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحر والصيف والصيام دوت محتاجين عصير، محتاجين يعني نزود المية اللي بندخلها لنفسنا، خصوصا لو حد بيعاني بقى من أي حاجة محتاج إن هو يشرب زيادة، زي إمساك، زي مثلا عنده أملاح. محتاجين نشرب كتير خصوصا في الصيف الشديد قوي ده. طب ايه رأيك بقى نشرب مية كتير وكمان نعمل عصاير تنفعنا وتنفع بقية الأسرة في الصيام وفي الحر دوت. يلا بقى على الطرق اللي ما بتاخدش وقت ديت ومناسبة جدا، يلا وسهلة، يلا عليها. عندك تفاح وتمر في البيت، يبقى ان شاء الله عندك الخير كله. ممكن التحلية للعصاير دي كلها تتم بالتمر، تتم بالعسل، تتم بالسكر الدايت. التفاح قطعته بعد ما قشرته وهحطه في مية يتسلق شوية بسيطة، شوية بسيطة قد يعني 5 دقايق. طبعا انا ما عصرتش ليمون عشان انا ناويه ان شويه هيتضربوا مع لبن، فانا مش عايزه اللبن يقطع. لكن الصح ان احنا واحنا بنسلق التفاح نحط سنه ليمون عشان ما يسودش، يعني نعصر الليمون اول ما نقطعه. بس ده لو مش هعمل باللبن، انا هعمل شويه باللبن وشويه بالليمون، يعني من كميه التفاح دي اللي هي تفاحتين كبار هعمل كوبايه باللبن وكوبايه بالليمون. انا غليته شويه لمده 5 دقايق، بعد كده هاخده على الخلاط. هحط للتفاحية الكبيرة المسلوقة نص كوباية لبن، والتحلية حسب الرغبة بقى، عندك عسل ماشي، عندك سكر دايت ماشي، عندك تمر عايزة تحلي التمر بس اللون هيغمق شوية ماشي. اضربه اهو، وبعد ما اضربه هروح اصفيه بالمصفى، وبعد ما نصفيه هيبقى العصير الجميل دوت وتحضر في ثواني. طيب انا ينفع ما اصفيهوش؟ ينفع، ومش هتلاقي فيه شوائب اصلا، وحتى لو صفيتيه بقى كل الباقيين كده. طب وينفع ان انا بدل ما اسلقه ومتقشر اسلقه بقشره؟ زي ما تشوفي. انا عايزه اقولك ان التفاح باللبن ده خد رقم واحد عندي، يعني انا واسرتي دقنا وكان ده رقم واحد عندي. في بقى ناس اختارت حاجات تانية تبقى رقم واحد. يلا على العصير رقم 2. جبنا التفاحية بتاعتنا المتقطعة، تفاحية كبيرة ومعاها النص، وطبعا سلقناها وخدنا مية السلقة اهي نص كوباية، ومعانا نص ليمونة متقشرة، ومعانا عسل او سكر دايت او زي ما نحب نحليه باي حاجة، تمر او اي حاجة، وهضرب كله مع بعضه في الخلاط. التفاح المسلوق مع ليمونة، نص ليمونة مع شوية العسل او السكر، وهصفي واحط في الكوباية، وبألف هنا وشفا. انا طبعا حطيت في الكوبايه الصغيره ديت، ودوت يعني يكاد يكون خد تصويت من كذا حد ان هو احلى عصير، يعني مش نفر واحد، لا ده في 2 ادوله صوت. طيب انا لو مش هحلي بالعسل او السكر الدايت، ينفع احلي بالبلح؟ بس يكوني نقع البلح اللي هتحلي بيه، او يكون معجون بلح، وساعتها اللون هيغمق شويه بس مش هيبقى وحش، هيبقى حلو ان شاء الله. يلا على العصير اللي بعده. خليني اقولك ان ممكن الليمون يكون عندك في الفريزر انت عصراه وتكسري منه كده وتطلعي في وقت الازمات، لكن الحمد لله الليمون موجود والنعناع فريش كمان. هنحطهم المية بتاعتنا، مية ساقعة كوباية، ونحط عليهم سكر بياخد باكوين تقريبا من السكر الدايت للكوباية الشوب الكبيرة دي. بس انتي لو عايزة تحلي بالعسل، معلقتين عسل كبار ماشي، عايزة تحلي بأي حاجة ماشي. ادي الكوباية بتاعتنا اهيت، نعناع فريش بالليمون ومتحلي وبمية ساقعة كده. وقفته بقى جنب اخواته، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا التمر. ايه ده؟ ما التمر واقف جنب اخو الليمون اهو. معلش اتلخبطت بقى، قصدي ما عنديش لقطة للتلاتة لوحدهم فحطيتهم بقى الأربعة. يلا بقى على التمر، نقعناه، تأكدي ان هو اتنقع وطري معاكي كويس قوي عشان ما يعملش حاجة في سكينة الخلاط. هاتيه وهاتي مع شوية لبن، يعني منقوع هو في نص كوباية مية، وهنكمل النص التاني لبن أو زبادي. الزبادي بيدي طعم رائع قوي، بس أنا مكانش عندي فأنا حطيت لبن بس. هنصفي بقى عشان ساعات بيبقى فيه شوية قشور كده، ومش محتاج اي سكر لان اصلا التمر بيكون معسل. 7 تمرات للكوبايه الواحده بيدي طعم رائع جدا، مش محتاج اي سكر. يلا بقى نوقفه وسط اخواته، ويلا على العصير اللي بعده. ايه هو بقى العصير الانفراد دوت؟ وليه انفراد؟ طب ما في اكيد ناس عاملين خروب قبل كده. الطريقه اللي هتلاقيها مشهوره على النت قوي، ان يجيبوا يقعدوا يعملوا السكر كراميل، وبعد كده يحطوا عليه الخروب ويغلوه. انا مش عامله كل ده. احنا طبعا مش هنكرمل ولا هنغلي، لان احنا عايزين مشروب خفيف كده، ما يكونش سكر معقد، ويكون للناس اللي صحتها على قدها. واقول لك كمان طريقه تخليه ينفع قوي قوي لمريض السكر، ومش ما غليتش ولا تعبت ولا اي حاجه. كل الحكايه نقع من بالليل لمعلقتين من الخروب، ومعلقتين عليهم عسل اسود، وكمان هنحط عليهم ميه. دي الكوبايه الواحده دي مقاديرها. هتنقعيهم من بالليل، وتاني يوم ان شاء الله هتصفيه وتهني باحلى عصير، وحطي عليه تلج براحتك. ان الخروب من الحاجات المفيده جدا للسكر، بتقلل السكر في الدم. طب انا عايزاه بقى ينفع لمريض السكر؟ والله هو انا عن نفسي
بقبل طعمه من غير العسل يعني. فممكن نحط 3 معالق من الخروب البودر على المية، وتاني يوم نصفي، وساعتها مش هنحتاج قوي ان احنا نحط عسل، وهيكون الطعم مقبول. بس برضو يعني انا مش عايزة مريض السكر يزود قوي من الحاجة اللي اتقال ان هي مفيدة، عشان الحاجة برضو المفيدة بتتاخد بكميات معقولة. نيجي بقى للسؤال، هل ينفع احط العسل الابيض بدل العسل الاسود؟ اه طبعا ينفع، وهيدينا طعم كويس جدا ان شاء الله. طب ليه حطينا الاسود؟ بس عشان مجرد يزود الغمقان بتاع المشروب بتاعنا، اللي هو درجة لونه مقبولة جدا وطعمه ممتاز جدا. وعشان تتجنبي اي عقارة، ما تقعديش تدعكي في التفل بتاعه كتير، لا صفي وخلاص على كده، ما تقعديش تلمسي كتير. دلوقتي بقى العصاير واقفة جنب بعضيها اهيت. عايزة اقولك ان احنا اختلفنا اختلاف شديد في مين احلى. يلا اعمليهم بقى، وبلاش الحاجات المقاطعة، البيبسيهات والحاجات ديت. طبعا مشروب صحي وجميل، وهتلاقي اكيد ذوق كل واحد موجود في ال5 دول. فليه يروح يشرب حاجة ساقعة بصودا وينفخ بطنه؟ ما يشرب من الحاجات المشروب الصحية الجميلة اللي بيحبها. عندك مقادير العصاير ديت عشان تاخديها سكرين شوت لأي عصير تحبيه. لو حد هيسأل مثلا ليه عصير تفاح الصورة ظاهرة برتقاني زيادة كده، هو عصير التفاح الصورة بس اللي برتقاني، لكن هو مصفر شوية، لو مدي على برتقاني برتقاني خفيف، يمكن عشان التفاح اغمق مني شوية، لكن هو ما كانش برتقاني في الحقيقة ولا حاجة، هو مايل للبرتقاني خفيف قوي. الصورة هي اللي غريبة.